بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري نساء والتوليد. هتكلم النهاردة على أخطار الدش المهبلي. بتعتمد كثير من السيدات على الدش المهبلي كأحد الوسائل للنظافة الشخصية دون معرفة أخطاره. هو عبارة عن محلول يتكون من مجموعة من المواد المطهرة يتم إدخالها إلى المهبل لتتم عملية الغسيل. وله نوعان: غسول مهبلي مطهر وغسول مهبلي طبي. طبعا الستات بيهدفوا من استخدامه ان هي بتنظف نفسها من الحيوانات المنوية بعد الجماع، او انها كمان كأنه وسيلة لمنع الحمل، انها بتخرج الحيوانات المنوية، او بتمنع الامراض الجنسية بعد الجماع. كمان في ناس ستات بتستخدمه بعد الدورة عشان تنظف نفسها من بقايا دم الدورة الشهرية. في كمان سيدات بيستخدموه لما بتشعر بحكة أو التهاب، وفي سيدات كمان بيستخدموه لو حاسة إن في رائحة كريهة. طبعا المشكلة إن الأخطار بتاعته إن هو عبارة إن بيتضخ ماء بقوة كبيرة، فبيدخل الجراثيم من الخارج إلى المهبل، إلى عنق الرحم، إلى الرحم، إلى الحوض، وبيسبب التهاب حوضي وبيأثر على الخصوبة. كمان المية اللي موجودة في المهبل بتخلي المهبل رطب، عرضة إن تنمو فطريات فيه وينمو بكتيريا. كمان ضغط المية ده بينقل الجراثيم من الخارج ويدخلها في قناة مجرى البول اللي بتخش على المثانة، وممكن تطلع المسالك وبتسبب التهاب في المسالك البولية. كمان ان الدش المهبلي نفسه بيغير درجة الحموضة بتاعة المهبل، وبيغير من التوازن البكتيري، لان في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، فبيخلي ان البكتيريا الضارة بتزيد والبكتيريا النافعة بتموت، فبيؤدي الى حدوث التهابات. وجدوا كمان ان استخدامها في السيدات زود معاه بطانة الرحم المهاجرة. اما اذا استخدمتها الحامل طبعا ده بيعمل مشاكل اكبر، ان هو بيعمل اجهاض، ممكن حمل خارج الرحم، وكمان ممكن بيزود الولادة المبكرة. فننصح بعدم استخدام اي غسول، والماء والصابون الخفيف احسن حاجة للغسيل من الخارج. وشكرا.